السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد على قناه جرينجلي. والنهارده هنزرع معاكم الملوخيه. الملوخيه طبعا يا جماعه في ناس كتير طلبت ان هي عاوزه تزرعها، فيلا بينا نوريكم ازاي تزرعوا الملوخيه. وده يا جماعه شكل القفص اللي احنا هنزرع فيه. جبنا قماش، ودي احسن حاجه ممكن تسد بيها اخرام القفص، القماش، لانه بيسرب الميه. هتجيب قماش وتحط جواه التربه اللي انت عاملها بقى، اللي هي الرمليه او البتموس او الطينيه او كده. ولازم تحط من تحت حبه زلط كده او طوب، ماشي، عشان تحسن التصريف. وعشان تخلي عمره يقعد معاك كتير وما يتكسرش من التربه، تحط بلاط. لو عندك بلاط تحط بلاط كده في الجناب بتاعته، ماشي. يلا، قبل ما نزرع الملوخيه وقبل ما نجيب بذورها لازم تشوف هنعمل ايه الاول. بنعمل خطوط كده، بنعمل خطوط بايدينا كده اهو. بنعمل خطوط ونروح نجيب البذور ونحطها بقى ونوريكم. طبعا دي بذور الملوخيه، دي بذور الملوخيه. يلا نزرعها وهنوريكم بعد ما بتكبر بيبقى شكلها عامل ازاي، لان انا مجهز للفيديو ده. هناخد مش حبه كتير يا جماعه، لان الملوخيه بتكبر قوي، ماشي. في كل صف ما تحطش كتير، وبترشرش كده بالتساوي كده. كل لما تعدي بايديك تحط 3 مثلا، تنزل من ايديك 3 4، ما تنزلش مثلا كله في حته واحده، ده قصدي. اهو تحط كده زي ما انت شايف كده اهو. انا بحط حبه صغيرين لان الملوخيه بعد كده بتكبر وبتفرش وبتطول قوي، ممكن توصل للمتر. ماشي يا جماعه، بعد ما بتعمل كده بنعمل ايه بقى؟ بنقفل الصفوف كده وتضغط عليها من الجنبين كده اهو، كده بايديك تقفل عليها من الجنبين كده، تقفل عليها من الجنبين كده. كده التربه مسقيه قبل ما ازرع، فمش هنسقي اهي. والافضل ان انت تكون ساقيها قبل ما تزرع، عشان لو سقيتها بعد ما زرعت البذور هتتحرك من مكانها، ماشي. هي دي طريقه زراعه الملوخيه، وتعالوا نوريكم التجربه اللي كنا عاملينها قبل كده. التجربه اللي كنا عاملينها قبل كده، وهي الملوخيه الاسطوريه اللي قدامكم ديت، اللي قربت اصلا تتحصد ما شاء الله، زي اللي قدامكم دي. كل دي تجارب ملوخيه كنا عاملينها شبه اللي احنا لسه زارعينها حالا في القفص. ايه ده؟ انت جيت عند الطماطم مره واحده ليه؟ الطماطم بتمسي عليكم يا جماعه، ومطلعه انا ايد الطماطم اهي. هتقولي انت بتجيب البذور منين؟ هقولك عندنا هنا يا باشا مخزن بذور، كل انواع البذور بقى. بص، كل انواع البذور اللي انت تتخيلها موجوده هنا، وكل انواع الادوات موجوده هنا، من اول الخيوط للبذور للقصيصات للمقصات للمبيدات كل حاجه، واللزق وبننضف النباتات بفرشه كده معانا. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله. معانا سريعا زراعه الملوخيه، ومن جانب الشجره الاسطوريه بتاعتنا بنقول لكم سلام عليكم.